بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والطريق الثالث. لا زلنا معكم نبحر بسفينة المفكر الإسلامي الأستاذ شكري بدر، اللي برحب بيه بنقول له أهلا وسهلا بيك معانا في الطريق الثالث. أهلا بيك أستاذ شكري. أهلا أستاذ هاني، أهلا وسهلا. كثيرا ما نسمع عن العمل الصالح، والسؤال: أليس كل عمل يقوم به المؤمن هو من باب العمل الصالح؟ أليست الصدقات من العمل الصالح؟ الزكوات من العمل الصالح؟ الصلاة على القيام؟ كل هذه الأعمال أليست من العمل الصالح؟ أم أن العمل الصالح هو مرادف لشيء ما مغاير عما نفهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنت يا أستاذ هاني اتكلمت كلام سليم، كل اللي أنت حضرتك ذكرته ده هو في العمل الصالح. ولكن قبل ما نقول إيه هو العمل الصالح، أهمية العمل الصالح. سعادتك احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن النسخ. أنت ملاحظ في القرآن أكثر من 50 آية الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني دائما الإيمان ينسخ معه العمل الصالح. ينسخ يعني يكتبوا معه، يكتب مع هما الاثنين جملة واحدة أو يقترن مع بعض. دائما الإيمان والعمل الصالح. هنشوف القرآن اللي هو كلام الله يتكون من 3 محاور. المحور الأول العقيدة والتوحيد. المحور الثاني التشريع والحدود، المواريث والأحكام. الأحكام. المحور الثالث القصص والأمثال والمواعظ. اعلم يا أستاذ هاني أن العقيدة والتوحيد اللي هو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب، الإيمان لا يقبل إلا بالعمل الصالح. الإيمان لا يقبل إلا بالعمل الصالح. شوف الآية رقم 10 في سورة فاطر. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من غير عمل صالح لا صلاتك ولا صيامك. كل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حتى في سورة الكهف وبشر الذين آمنوا وبشر المؤمنين الذين يعملون. الذين هنا اسم موصول والتخصيص، يعملون فعل مضارع الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إذا بنقول أن العقيدة أو الإيمان لا يرفع ولا يقبل إلا بالعمل الصالح. تمام. النصف الثاني اللي هو الشريعة والتوحيد كلها تهدف إلى العمل الصالح. المواعظ والقصص والأمثال كلها تدعو إلى العمل، تحث على العمل الصالح. ده إجباري. طب معلش، يعني ما تديني تعريف للعمل الصالح؟ حاضر. أنا الأول حاضر دقيقة واحدة لحضرتك أعرف يعني إيه هو. يعني نعرف أن الإيمان لا يقبل إلا بالعمل الصالح. الدعاء لا يقبل إلا بالعمل الصالح. المغفرة لا تقبل إلا بالعمل الصالح. يعني حتى سيدنا زكريا لما كان بيدعي ربه، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني كان كبر في السن وامرأته عاقر، فاستجبنا له مباشرة ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. مش عشان هو نبي أو مؤمن، لا، ده عشان صاحب هو رسالة بيعمل عمل الصالح. أنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. والتوبة ربنا قال وإني لغافر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن نعرف بقى ما هو العمل الصالح. بالضبط كده، انت شوقتنا. يعني كنا نظن ان كل ما نفعل هو من باب العمل الصالح. لا، هنشوف ايه هو العمل الصالح. العمل الصالح ينقسم الى، باختصار شديد قوي بكلمة واحدة ونقولها بقى بالتفصيل: اعمار الارض لخدمة الخلق وفقا لمنهج الحق، وليس وفقا لهواك او مصالحك الشخصية. نقولها تاني: العمل الصالح اعمار الارض
لخدمة الخلق وفقا لمنهج الحق، وليس وفقا لهواك. نقولها بقى بالتفصيل ما معنى العمل الصالح. اعلم ان كل انسان بيتحاسب لوحده بيقابل ربه وحيدا في الاخره. صحيح. فكلمه انا اقسم لك، انا اخدها بقى حاجات عمليه. العمل الصالح رقم 1 انك تكون عادل، انسان عادل قولا وعملا مع نفسك ومع الاخر. يبقى العدل رقم 1، العدل اساس. صحيح. رقم 2 الإحسان مع الآخر. والإحسان مع الآخر هتركها نقسمها برضو إلى حوالي 5-6 أجزاء. يبقى احنا قلنا رقم 1 العدل، رقم 2 الإبداع والتطوير في جميع مجالات الحياة. يا ده مفهوم يعني مهم انت جدا، دورك الإبداع. الإبداع والتطوير في مجال الزراعة، الصناعة، التسليح، الإبداع في جميع المجالات. أستطيع أن أنا أقول أو أستند إلى حديث النبي اللي هو من عمل منكم عملا أن يتقنه. وهنجيلها يعني برضه. من باب الإتقان أو من باب الإبداع هو الإتقان. هكلمها سعادتك دي في الإحسان. اتفضل. يبقى إذن رقم 1 إنك تكون عادل مع نفسك ومع الآخر في القول والعمل. تمام. اللي هو هنقولها تاني بعد كده الإحسان مع اللي هو الحفاظ على كمان. احنا قلنا رقم 2 ايه بعد كده؟ قبل كده قلنا رقم 2 هو العدل. العدل. وبعدين الإبداع والتطوير في جميع مجالات الحياة بما يخدم البشرية. بما يخدم البشرية. بما يخدم البشرية ويرضي الله. تمام. طيب وبعد كده الحفاظ على البيئة. اعلم ان الحفاظ على البيئة يعتبر يعني واجب شرعي. تحافظ على الارض وعلى الهواء وعلى المية وعلى جميع المخلوقات باعتبارك مستخلف ومستأمن عليها. مستأمن عليها. يبقى الحفاظ عليها. بعد كده بنقول نشر العلم بما يفيد البشرية وليس تدمير البشرية. يبقى نشر العلم. 5 حاجة الإحسان مع الخلق. الإحسان مع الله غير الإحسان مع الخلق. الإحسان مع الله أنك تتعامل مع الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. لكن الإحسان مع الخلق هنقسمه يا أستاذ هاني. رقم 1 الإحسان مع الآخر. اعتبر ده دستور عشان تكون خليفة لله في الأرض. يعني كأنك أنت بتقسم كده على الدستور بتاعك. لا مع الآخر، لا للغش، لا للاستغلال، لا للاحتكار، لا للخيانة، لا للكذب. نعم للعدل والرحمة والتعاون. القيم ده رقم 1. رقم 2 الإحسان في العمل. أنك تقوم بعملك على أكمل وجه. برضه من باب الإتقان. تقوم بعملك على أكمل وجه، بس برضه بما يرضي الله. مش واحد مثلا بيصنع خمور يقول لك أنا أحسن واحد بصنع خمور. صحيح. لأنك أنت إجادة العمل في أي وظيفة لك على أكمل وجه بما يخدم البشرية. وبعدين 3 الإحسان في العطاء. الإحسان في العطاء بمعنى إنك تعطي الفلوس اللي هي زي الصدقة. الصدقة الصحة أو الفلوس أو العلم أو النصيحة، تعطي بدون انتظار مقابل. يعني العطاء بدون انتظار مقابل. واعلم أن العطاء في حد ذاته من أعلى وأعظم النعم الإلهية. صحيح. إنك تعطي. صحيح. ومع ذلك بعد كده الإحسان مع المخطئ. إنك مع المخطئ أعذره. قول أنا لو كنت في مكانه كان ممكن أعمل ظروفه كان ممكن أعمل أكتر من كده. والعافين عن الناس. وفي نفس الوقت تحاول تنصحه يعني بالموعظة الحسنة. واوعى تشمت فيه. لأنك أنت ممكن تتحط في موقف تبقى أصعب منه 100 مرة. صحيح. يعني أنت لا تشمت فيه ولا تكون غليظ معاه في القول. صحيح. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعذر الخلق كلها. لأن الحق ممكن يدخل واحد ملحد الجنة وما يدخلش واحد مسلم الجنة. ليه؟ صحيح. لأنه ممكن يكون الملحد ده ناس ضحكت عليه غصب عنه اتحط في ظروف معينة، وعشان كده الجنة والنار دي مش بتاعت ربنا، ماليش علاقة بها إطلاقا. ليس لها احد سلطان طبعا لقد. يعني على هذا لا يسأل عليها الا الله سبحانه وتعالى. والمثل حضرتك بتضربه مع المبالغه، يعني حضرتك بتضرب المثل الابلغ. يعني بنقول الاحسان مع المخطئ. الاحسان مع البيئه.
انك انت تحافظ عليها برضو بقدر الامكان، الهواء والتراب والميه وجميع الانعام اللي عندك كلها، حتى الحيوانات، حتى كل شيء، حتى الممتلكات. النهارده السيارات والحاجات دي كلها من الانعام. انت عايز تقول او تجاوب على سؤالي اللي انا سالته في البدايه، اللي هو اليس العمل الصالح صلاتنا وعباداتنا وصدقاتنا؟ لا. عايز تقول ان دي عبادات لا، مفروضه عليا، دي كلها عبادات. مفروضه عليا. بالظبط. اما العمل الصالح هي اشياء دنيويه تتعلق بعلاقتي اللي هو دورك في الارض. انت دورك في الارض اعمار الارض. ما هو باختصار شديد قوي. هنشوف بعد كده ان شاء الله في الصلاه الوسطى. هنا اذا بنقول ان في الدعاء لا يقبل الا بالعمل الصالح اللي احنا قلنا عليه بقى، العمل الصالح اللي هو وثيقه. انت يا رب بتقول، احنا قلنا المره اللي فاتت انت خليفه في الايه، في نكره، لان عايز اكون خليفه لله. اعرف ان ده دستور الحياه بتاعك. انت اذا عشان تكون خليفه للحق سبحانه وتعالى، انك تطبق بقى العدل والاحسان والحفاظ على البيئه ونشر العلم. كل ده اسمه العمل الصالح. العمل الصالح. اذا مفهوم جديد للعمل الصالح، ولذلك نقطه مهمه جدا انا اعرفها بعد كده. اتفضل. العبد الصالح هو حاجه نختم بيها، ارقى، يعني ارقى انواع البشر. العبد الصالح سيدنا سليمان اللي هو كان ربنا مسخر له الجن والريح وبيكلم الطير، في اخر دعوه: يا ربي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. مفهوم جديد، مفهوم يتماشى مع مفهوم الإسلام بشكل عام، وهو التعايش بشكل يرضي الله. وفعلا مفهوم العمل الصالح أعتقد أنه ممكن يكون اتغير عند ناس كتير جدا دلوقتي. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا المفكر الإسلامي الأستاذ شكري بدر على هذا الحضور، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. بعد الفاصل نستكمل لقائنا مع المفكر الأستاذ شكري بدر.